كان يا مكان في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان. كانت الريشة تقهر الميزان، وكان العمى يتخطى الصوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الويدان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد حتى الجيران. كان وفي دوار بعيد ما عنده عنوان. عاشت غلالة في أسرة فقيرة، الأم مريضة مسكينة والأب فقير معدوم، والخوت صغار مساكن إلا فطروا ما يتغداو، وإلا تغداو ما يتعشاو. باختصار الفقر كان خوهم وصاحبهم بالليل والنهار. وغلالة كانت زينة، لا فقر خلاها غبينة ولا جوع خلاها حزينة. الشعر بحال الليل كحل وطويل، والعينين عسل مصفي، والروح خفيفة ولطيفة. وبنات الدوار كلهم على زينة حاسدينها، والحاسد كيطيح في شر فعاله. وواحد العام حمل الواد وهاج على الدوار، وهلك الزرع والبهيمة، وما بقى في دار غلالة ما ياكل صغير ولا كبير. ماتت الأم المريضة، وزاد الحزن على الفقر، والضحكة هجرات الدار، وحلات محلها دمعة المرار. وهنا الأب قرر يتزوج ويجيب أم جديدة للدار، ولكن هاد المرة ما أحسنش الاختيار. عوض ما تكون هاد المرة جديدة أم حنينة على الوليدات الصغار، كانت مرات الأب القاسية، ما كتسكن قلبها لا رحمة ولا شفقة. كانت غلالة أكتر نصيب من قسوتها، الحسد عمالها البصيرة، الشغل الكتير هي تديرو، والحطب هي تجيبو، والما تسكيه، وكل هذا باش يدبل زينها ويضعف عودها. ولكن غلالة يوم بعد يوم كيزيد جمالها ويزيان عودها. ومع الأيام ما بقات بيد قاسية القلب حيلة، غير شي مرضى أو قتيلة. وفي يوم كتير البرد والشتا رسلت غلالة الغابة تحطب، وتبعتها قاسية القلب. ايوا ملي غلالة توسطت الغابة طاحت عليها الضبابة، وقاسية القلب لقاتها فرصة، جات من وراها ورماتها بحجر راسها، وبسرعة حفرت ليها قبر ودفنتها. طارت بالفرحة، لا غاشي شاف الحفرة ولا شاهد شاف مجرى، ونسات قاسية القلب بالله الله أعظم شاهد. فاقت غلالة ولقات قدامها وجه قبيح، غوتات وغوتات، ولكن مش الوجه القبيح ابتسم ليها وقال: ما تخافيش غلالة، انتي ماشي في قبرك الصغير، وانا ماشي منكر ولا نكير. شفت اش دارت قاسية القلب ليك، وتسنيت حتى خوات الغابة، وطاحت الضبابة، وجبتك لعندي لهنا، وهنايا عليك الأمان. شافت فيه غلالة وكلت، والخوف بين في عينيها. شكون انت مولاي الغول؟ وابتسم الوحش مرة أخرى وقال: أنا كيف ما قلتي غول، ولكن ماشي بحال قاسية القلب. سكنت الغابة من قديم، وعمري ما آذيت شي واحد من البشر. دورت غلالة عينيها وما شافت غير الليل والظلام، وقالت: اش هاد المكان ما تعرف ليلو من نهارو؟ جاوبها الغول: هذا بير قديم نشف الماء منه، وما بقى يجي حد يسقي منه. شديته وسديته وسكنته. وهنا خافت غلالة وقالت: سديتيه إذن إلا غوت حتى واحد ما يسمع غوتي، إلا كانت نيتك الإداية. جاوبها الغول: يا غلالة، قلت ليك عمري ما آذيت شي مخلوق، ولو كنت نويت الإداية لآذيت قاسية القلب هي الأولى. أنا بغيتك تعيشي معايا وتونسيني، وبحديتك تسليني،
وراه الظلام البير خير ليك من ظلم قاسية القلب. إلا رجعتي ترجعك للحفرة تاني. بدات غلالة تحس بالارتياح وقالت موافقة أمولاي الغول، ولكن من وعدكش أنني نعيش معاك عمري كامل. فراح الغول وقال وأخيرا ولا عندي لي يونسني من بعد ما كان ما عندي لا صاحب ولا والو. شافت غلالة البير ودورات عينيها على اليمين والشمال وشافت الباب مسدود. سولات الغول على أمر الباب والغول تبدل لونه وغلات صوته. اللي هداك الباب بابك بيه لا هو اللي ينصريح ولا نهار صيح داخل منه الدار هلا الدمع في النار والتامر فيه مقتول وهيج بالأعذار. كانت غلالة فطينة وذكية وفهمت المقال وما بيناتش الغول وحبسات من تسوال. ومرات الأيام وبدات غلالة كتولف الغول وظلام البير. وبصراحة كان الغول طيب معاها ما خلاها مخصوصة من حتى شي حاجة. الماكلة المخيرة تاكلها والكسوة الغزالة يكسيها والكلمة الطيبة ديما تسمعها. ومع الوقت محات فكرة الهروب من البير من بالها، ولكن أمر الباب دار ليها شوكة في عقلها والفضول زار بابها. اش كاين وراه وعلاش وقت ما ذكراته يتبدل عليها الغول. اليوم نكتشف سره ونعرف أمره. حطات يدها على الساقطة وحلاته طلعت ولكن ما شفت والو. طريق مظلمة وطويلة. خدات شمعة في يديها وشدات طريقها. ومن بعد مدة وهي شادة الطريق شافت في بعيد ضو كيشع يعمي العين. فرحت غلالة بالضو حيت كان في البير ظلام ليلها والشمع نهارها والضو ما كانت تشوفه غير في الحلم. فرحت غلالة وغضبات غضبة حيت خاصها ترجع للبير قبل ما يرجع الغول ويكتشف سرها. وبسرعة رجعت ودخلات وسدات وطفات الشمعة ونسات ورجع الغول وحتى حاجة ما حس بيها. ولكن هاد المرة جاب الغلالة هدية عجيبة. جلست غلالة بين يديه كيف العادة وسولاتو اش جبتي لي اليوم؟ جاوبها الغول هاد المرة جبت ليك اللي عمري ما جبته. جبت ليك زيت الزيتون إلا غليتيها وحطيتي فيها رجليك يخرجي لمعه كيف الذهب. وجبت ليك الرماد الكحل إلا كحلتي بعينيك يصبحوا يبرقوا كيف الجوهر. أما الصلصال الأحمر إلا حنيتي به يديك عمرهم ما يدبالوا. وهنا غلالة ظنات أن الغول اكتشف سرها وأن هذا عقاب لها. الزيت المغلية والرماد الكحل والصلصال الأحمر حيت من قبل انصحها ما تحل الباب حيت الباب البير حجاب والليل والنهار هو الظلام والنور والداخل منه غدار. هي أنا اللي دخلت يولي يقدر يستحق العقوبة. وقال لي الغول عارفة غلالة باللي راك شاكة فيا ولكن الصح راه قلتو وجربي وشوفي. خدات غلالة الهدية منه وقررت باش تجربها قدامه باش تمحي شكو وأوهامه. ولكن المفاجأة حصلت. شافت غلالة راسها في المراية وما صدقات اش شافت. ولات وحدة من حور العين عينيها تيبرقوا واليدين والرجلين. وعرفات غلالة أن كلام الغول اللي كان ليها صحيح وما عرف والو على الباب اللي حلاته. وفي اليوم التالي قررت غلالة تحل الباب مرة أخرى وتعرف سر الضوء اللي في آخر الطريق. خرج الغول كيف العادة وغلالة تبعته للباب
وشقات طريقها مرة أخرى وزربات في المشية حيت وصلت للنور وقربت واش لقاتو مخرج سري للبير، مخرج الجنان جميل. غلالة ما صدقاتش شافت الورد والفراخ والفراشات جنة فوق الأرض، الفراخ تغني والواد كيجري وغلالة كتجري تابعاه وترش عليه من ماه وحلات ضفايرها يتنفسوا بعد ما هلكها الظلام البير. وفي البعيد شافت غلالة قصر كبير وبعد النساء جايين قاصدين المكان يغنيو ويشطحوا. خافت غلالة وتخبات بين العشوب وبدات الشمس تغيب وحسات غلالة باللي الغول قريب يرجع ورجعت لبيرها قبل ما يتفضح سرها. ومن هداك النهار وقت ما يخرج الغول كتبع غلالة الجنان تجري وتلعب حتى العشية وترجع للبير قبل منه. وواحد النهار خرج أمير البلاد يتنزه وحس بالعطش وقصد الواد مد يديه الماء. اش لقات ما شعره من طفيرة غلالة كيلعب بها الماء، خداها بين يديه وتسائل واش كاينه في البلاد اللي عندها هاد الشعره. ما كاين نعس اليوم ندق باب الديور باب حتى نلقى الكلام جواب. وفي الحين رجع القصر وامر الخدم والحشم يقلبوا على مولات الشعره حتى حد ما كان عارف غلالة اللي كتجي الجنان كل يوم. وغلالة ما كانت عارفة باللي الامير ديال البلاد عليها كيقلب ويدق البيبان. وصل الخبر للامير ان بنت غريبة على البلاد كتجي كل يوم للجنان تلعب وتشرب وقبل ما الشمس تغرب تخوي الجنان. ما معروفة واش انس ولا جان. قرر امير البلاد يمشي للجنان ويتسناها بنفسه. وفي الصباح التالي حس الغول بالمرض وما خرجش من البير. هنا غلالة قررت تخابلو وتداويه. بقى الوحش في البير يومين بات الامير في الجنان يتسنى غلالة تبان. وفي اليوم الثالث رجع للقصر وفي البير زاد الحال على الغول وما عرفت غلالة المرض دوا غير الدعاء. وفي اليوم الرابع مات الغول وحزنات غلالة بكات حيت كان الغول بوها وامها واخوها وحتى صاحبها. فات نهار وغلالة عليه باكية ولكن ريحته بدات تفوح حيت كيشتو الوحوش ماشي بحالنا ودمهم ماشي بحال دمنا. غطاتو غلالة وخرجات للجنان وملي خرجت كانت عارفة باللي البير ما ليه رجوع وما كاين هنا اللي يحميها لا من البرد ولا جوع. وكانت خايفة وهي جالسة شافت في البعيد عودة هربانة ومن موراها رجال تابعينها بحال الحياحة. خافت غلالة والعودة جاية قاصداها ووجدات خطاويها الهروب، ولكن العودة خفت جريتها حتى وقفات قدامها وقربت مسحات غلالة على وجهها حتى هدات. ووصلوا الحياحة وما فهموش أجرى العودة اللي ما قدروش يروضوها أيام روضاتها غلالة في دقيقة. قرب كبيرهم وخدا الجام وسول غلالة شكون هاد بنت الناس. خافت غلالة من الجواب وخافت لي يكونوا هاد الرجال أقصى من مرات باها وقررت فطنتها وذكاها تعطيهم جواب يمنحهم منها. أنا اللي خلى اليتام وسكن الظلام وخلى العروس وسكن مع الوحوش ودابا الوحش هالك والباب سالك يا نكون بينكم ضيفة ولا ضيفة على دار الخليفة. كبيرهم ما فهم كلامها وقال هاد البنت أمرها عظيم وما يفهم كلامها غير شي حكيم. ومشاو جروا العود ورجعوا للقصر وملي رجع للقصر حكى الامير الشاف من غلالة. هنا الامير عرف باللي هي البنت مولات فيرة اللي عليها كيقلب
وبسرعة خرج مع الخادم لجنب الواد. فين شافها كانت غلالة مازال جالسة وحيرة فين تمشي وتبات ليلتها. وقف الأمير قدامها وتسحر بزينها وشبابها، أما هي وقفات خايفة. الأمير باين أمير من لباسه وقالت ماشي أنا اللي هربت العودة، راه هاد السيد اللي معاك. ضحك الأمير وقال ماشي العودة جيت، ولكن جيت نشوفك. وشاف الأمير تفايرها وعرفها مولات الشعر الطويلة. ايوا قصت الأمير قصته الغلالة وقصت عليه قصتها. والأمير تصدم من اللي سمع منها مجرى ليها، وتفتن فطنتها وذكاها، وعرض عليها الزواج والعيش في القصر. فرحات غلالة بالعرض وقبلات، وعرفت أن الصبر آخر نيل المراد. وفي القصر كانوا 3 الجاريات حاقدات وبغاو يفوزوا بقلب الأمير بأي طريقة، بالسحر بالشعوذة، حيث إلا فازوا ولاو أميرات وملكات من بعد. من اللي دخلات غلالة القصر كانت بحال القمر والنجوم دايرة بيها، والخدم والحشم أسيدي يتناوبوا على خدمتها. الحرير هي تلبسه والجوهر تزين بيه، وهذا الشي شعل النار ديال الحسد والغيرة في قلب الجاريات. وبقات 3 الأيام العرس، وفي ليلة العرس الأولى تسلت وحدة منهم لبيت غلالة باش تشوف اش كدير باش تكون بهاد الجمال. ايوا شافتها كتغلي الزيت وتغمس فيه رجليها وتخرجهم كيلمعوا بحال الذهب. وقالت الجارية سهلة مهلة زويتها مغلية ورجيلاتي لمعوا ليا. وبسرعة سدات عليها الباب وغلات الزيت وغير حشات فيها رجليها حتى فضحات الدنيا بغوتها وحرقات رجليها. ومن ذاك اليوم ولات تزحف على يديها. أما الليلة الثانية تسلات الجارية الثانية البيت ديال غلالة وشافتها كتكحل عينيها بالرماد الكحل. قالت الجارية سهلة مهلة كاين العود والرماد موجود وما نعس الليلة حتى نضربها بالتكحيلة. ايوا وجدات الكحل وتسمرات قدام المراية، غير بدات تكحل فرحانة وحلات عينيها حتى لقات راسها ما كتشوف غير الكحال والظلام، وداليها الحسد البصر وعماليها البصيرة. وفي الليلة الثالثة الجارية الثالثة ما كانش ظهرها احسن من خواتاتها، حتى هي تسلت البيت غلالة وشافتها كتحني يديها بالصلصال الاحمر. فرحات وقالت سهلة مهلة نعس محنية ونفيق مهنية. مشات الجارية لبيتها خلطات الصلصال الاحمر بالماء وطلصات يديها ورجليها ونسات ليلتها وتحلم بالصباح. وفي الصباح ملي فاقت لقات يديها ورجليها تحجرات وما بقات قادرة على الحركة. وعرفوا الجاريات باللي الحسد غادي الخسران مهما طال الزمان. وهكا واخيرا حلات الفرحة بوابها الغلالة، والفرحة انطلقات في البلاد السعيدة. وداز العرس 3 الأيام فرح فيها الصغير والكبير والغني والفقير. واللي زاد من فرحة غلالة عرفات باللي مرات باها قاسية القلب ماتت بمرض قبيح، وباللي الأمير قبل يجمع الشمل. وهكا سالات الحكاية ديال غلالة، حيت غلالة ما بقاتش غلالة، سكنت القصر الكبير وتسمات بشمش الضحى ولا شمش الضحى اللي كان في زمانها الخير والخمير، لا ظالم ولا مظلوم ولا غالب ولا مغلوب. ومشات حكايتي من الواد لواد ومن بلاد لبلاد يحكيوها الجداد للصبيان والحفاد.